بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مقاصد الذكر الحكيم. هذه الليلة هي ليلة 27 من رمضان، وهي أرجى ليلة لأن تكون ليلة القدر. سألنا الله تعالى أن يجعلنا ممن يقومها إيمانا واحتسابا، ويجعلنا ممن غفر ذنبه وقبل قيامه وأعتق من النار. مشاهدينا الأكارم، عشنا في الليالي السابقة ونحن نتدارس نحن وإياكم مقاصد الذكر الحكيم. مررنا بأعظم سورة من سور القرآن الكريم وهي الفاتحة، ثم دخلنا إلى سورة البقرة وتحدثنا أن هذه السورة العظيمة تتحدث عن الخلافة في الأرض. تحدثنا عن الخلافة التي شابها شيء من الطاعة والمعصية، وهي خلافة آدم عليه السلام. ثم مررنا بالخلافة الفاشلة وهي خلافة بني إسرائيل، ثم مررنا بخلافة إبراهيم عليه السلام، الخلافة المباركة الطيبة. ومررنا كذلك بأحكام عظيمة تبين أهمية استخلاف الأرض بالطاعة والامتثال. وكانت آخر مقاصد هذه الآية أو هذه السورة العظيمة سورة البقرة أنها تقصد الامتثال والطاعة. وما إن انتهينا من هذه السورة إلا ودخلنا في سورة آل عمران التي رسالتها: إذا أردتم أن تكونوا مستخلفين في الأرض فلا يمكن لكم ذلك إلا بتحقيق التوحيد. فذكرت التوحيد بألفاظه المختلفة أكثر من 5 مرات، وذلك لأهميته. وذكرت أيضا جدالا طيبا مباركا هو بالحسنى مع أهل الكتاب. ثم أيضا بيّنت بما يتعلق بالابتلاء المجتمع المسلم، وكيف بإمكانه أن يرتقي بنفسه في أعلى صور الطاعة والاستقامة، إنما يكون ذلك أيضا بعظم التوحيد في قلبه. ولذلك كانت غزوة أحد مدرسة فيما يتعلق بعظم الطاعة والاستقامة. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. ثم ختمت الآيات أو ختمت السورة بعظم الدعوة إلى الإيمان والتفكر في مخلوقات الله عز وجل، فكأنها تقول: إذا أردتم أن تكونوا أصحاب الإيمان والقوة فتكونوا صابرين مرابطين وأصحاب التقوى، عليكم بالتفكر في طاعة الله عز وجل. ولذلك ختمت بقول: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هنا إذن أصبح المؤمن كامل الإيمان وفهم أنه مستخلف في الأرض، فبقي له كيف سيتعامل في مجتمعه، المجتمع المكون من رجال ونساء وأيتام وأموال ومواريث وأهل كتاب ومنافقين. كيف نتعامل مع هؤلاء؟ جاءت سورة النساء لتبين لنا ذلك. يا ترى كيف سيكون التعامل مع هذه الفئات؟ كيف سيأتي التوجيه الرباني لنتعامل مع هذا المجتمع بمختلف أصنافه؟ هنا نضع هذه المحاور مع شيخنا الحبيب الدكتور حسن سلمان. واليوم يشرفنا في هذا المجلس فضيلة الشيخ الدكتور جابر بن بكر الصايغ، وفضيلة الشيخ عبد العزيز عطا، وكذلك الشيخ العبد الصالح نحسبه والله حسيبه
إسماعيل عمار، فأهلا وسهلا بكم جميعا. حياكم الله وإياكم شيخنا. شيخنا شيخ حسن سلمان، أبدأ بكم. أولا المام عام، طبعا هذه السورة سورة مدنية، آياتها 176 آية، ولم يرد فيها نص صريح في فضلها، اللهم إلا ما ذكر عن عبد الله بن عباس قال أن هذه السورة فيها 8 آيات هي تعتبر خير مما طلعت عليه الشمس، ومنها قوله تبارك وتعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، وقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقوله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، وقوله ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وقوله ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما عظيما، وقوله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، وقوله إن الله لا يظلم الناس شيئا، وأخيرا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. هذا أفضل ما قيل من أقوال السلف الصالح في هذه السورة. الميكروفون بين يديكم مع إلمام عام، ثم سندخل في التفاصيل كما عودتمونا شيخ حسن. نسأل الله تعالى أن يفتح عليكم وعلى مشايخنا فتوح العارفين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلسا تحفه الملائكة وتحيط به من كل جانب خيرا وبركة، وأن يجعله كذلك في ميزان حسناتنا في هذه الليلة المباركة. لا شك أن مدارسة العلم من أفضل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، خاصة مدارسة القرآن الكريم. كما تفضلت في المقدمة، هنالك تسلسل وترابط كبير جدا بين سور القرآن الكريم، كما أن هنالك ترابط بين آيات السورة الواحدة. وذكرنا بأن البقرة وآل عمران لهما ارتباط كبير جدا بختام سورة الفاتحة، من حيث الحديث عن أهل الكتاب المغضوب عليهم أو الضالين. في سورة البقرة كان الحديث عن بني إسرائيل وتناولهم بالتفصيل وحول علل التدين وما يطرأ على المجتمعات بشكل عام الذين لهم رسالة، وأخطر ما فيها هي قضية التحايل على الشريعة والخروج والتنصل عن أحكامها، ثم ركزت حول المفهوم المركزي فيها وهي قضية الاستجابة والتسليم لله سبحانه وتعالى وقضية السمع والطاعة. ثم دخلنا في سورة آل عمران وهي الشق الآخر، وهو الحديث عن أهل الكتاب، ولكن في الشق الآخر اللي هو النصارى. وكان جدلا حول طبيعة عيسى عليه السلام وطبيعة مريم والبيت الذي خرجت منه إلى غير ذلك، وانتهت إلى المعنى المركزي في السورة وهي قضية الدعوة إلى الربانية. أننا جميعا بحاجة إلى أن نخرج من قضية تأليه البشر بعضهم لبعض أو أن يتخذوا بعضهم بعضا أربابا، إلى الدعوة إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى، وأن نكون نحن ربانيين. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ثم تحدثت عن الطائفة الثالثة في سورة البقرة وهي طائفة المنافقين، أيضا تناولتها سورة آل عمران. اليوم سورة النساء كأنما يعني بعد أن تحدثنا عن الاستخلاف وأنماط الاستخلاف ومنهج الاستخلاف، هنالك دائما في كل مجتمع ما يمكن أن نسميه طبقة الضعفاء في المجتمع، اللي هم النساء، الأطفال، العجزة. وهؤلاء سبحان الله ميزتهم في المجتمعات، خصوصا في المجتمعات المسلمة، لا ينظر إليهم نظرة سلبية قدر ما ينظر إليهم بأن هؤلاء هم من تتنزل بهم البركات ويتنزل بهم نصر الله سبحانه وتعالى. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، ستلاحظ بأن هذه السورة تحدثت عن النساء، وكان على الأقل حالة المرأة في المجتمع العربي الجاهلي كانت دائما مستضعفة بدءا من طفولتها عندما تتعرض
الابتلاء في بقائها، هل تبقى أم تؤد؟ ثم عندما تكبر شيئا ما وتصل إلى مستوى الزواج يبقى هنالك أيضا مشكلة في قضية تزويجها واحتكار مالها وسلب حقوقها. ثم تأتي بعد ذلك عندما تكون زوجة، ما كنا كما يقول ابن الخطاب رضي الله عنه ما كنا نعد النساء شيئا إلى أن جئنا المدينة فوجدنا نساء الأنصار. ثم تأتي قضية الموت يعني موت الزوج، فتأتي حالة أيضا من ميراث المرأة. كانوا المرأة عادي جدا أخو الزوج مثلا يرمي عليها الثوب ويقول أنت لي، وهكذا. فكانت حالة من الاستضعاف للمرأة، فعالجت على كل هذه الصورة هذا الموضوع على وجه التحديد. لكن سبحان الله، قبل أن تعالج موضوع المرأة أو موضوع الأطفال أو العجزة أو الكبار السن أو غير ذلك أو قضايا المواريث لتحديد قضايا الحقوق، حاولت أن تتناول موضوع مركزي جدا في بداية السورة، وهو وحدة الخالق والإله ووحدة الإنسان من حيث الخلق. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. فأول قضية قبل أن تتناول الأسرة أو تتناول الأفراد اللي ذكرناهم في الاستضعاف أو تتناول المجتمع بطبيعة أيضا ما ينبغي أن يكون عليه، أو تتناول الدولة، لأن السورة كل هؤلاء تناولتهم، تناولت الأشخاص وتناولت الأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية التي تقوم عليها الولاية الإسلامية، وتناولت المجتمع في علاقاته البينية، ثم تناولت السلطة السياسية أيضا وما يترتب على العلاقة بين الحاكم والمحكوم وبناء النظام السياسي كيف يمكن أن يقوم أيضا من خلال آيات معينة. وهذا يجر بطبيعة الحال إلى العلاقات أيضا الدولية، كيف ستكون علاقات الدولة المسلمة مع غيرها من الدول أو مع غيرها من الأنظمة أو الولايات الأخرى. فباختصار شديد سورة النساء جاءت لتعالج هذه المستويات كلها بأحكام تفصيلية وبأحكام ربما فيها الكثير مما يمكن إن شاء الله أن تحتاجه البشرية، لا أقول فقط يحتاجها أهل الإسلام. ثم أختم بأن أهم ما ركزت فيه من قيم وهي يعني تتحدث عن هذه التشريعات التفصيلية. هنالك قيمتان أساسيتان لا يمكن للمجتمع المسلم أن يقوم بشكل صحيح إلا إذا توفرت فيه هذه القيم، وهي قيمة الرحمة التي هي أساس العلاقات داخل هذه المنظومة، سواء كانت أسرة أو كان أفراد أو كان مجتمع أو كان دولة. الرحمة أساس في منظومة العلاقة. المسألة الثانية العدل. ستجد أن أهم ركيزتين ترتكز عليهم سورة النساء هي موضوع العدالة وموضوع الرحمة. فأنت أمام أحكام تفصيلية كثيرة جدا، ولكن كلها تصف في إما أنها تحقق عدلا وإما أنها تحقق رحمة. كلام جميل، جزاك الله خيرا على هذا البيان. هل للمشايخ تعليق زيادة أو في مسألة بسيطة؟ يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا يعني في منظور السورة ككامل، لو رأيت يعني مقاصد السورة، أول شيء تنظيم الأسرة، تنظيم المجتمع المسلم وبناء علاقاته. جميل، هذه المفهوم العام اللي فيه. ثاني شيء حفظ الحقوق، حقوق كما ذكرت الطفل الصغير اليتيم، هذا خاصة فيما يتعلق بالميراث كما ذكرت، لأنه الجاهلية وما كانت تنمو به من أكل أموال الأيتام وأكل الزوجة كأنها ميراث، وهذا القوي يأكل الأموال وغيرها. أيضا المقصد الثالث الذي تكلمت به الحث على الجهاد. الجهاد كيف تكلمت عنه وفصلت فيه تفصيلا جميلا جدا. ثم آخر تقريبا مفهوم أو مقصد عام تكلمت فيه السورة، وهي إبطال قتل المسيح الذي تتبناه النصارى، حيث ذكرت السورة أن المسيح لم يقتل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فهذا أبطل كل دعاوى النصارى الذين يعني يبنون عليه معتقداتهم، وأنه صلب من أجلنا وأنه كذا وأنه
بأنه لم يقتل أصلا، إنما بل رفعه الله إليه، والله تعالى أعلم. أحسنتم فضيلة الشيخ عبد العزيز عطا. أبو عمار شيخنا، هل لك أي تعليق؟ طيب شيخ حسن، نعود إلى بداية السورة. يا أيها الناس اتقوا ربكم، من الأمر بالتقوى، ثم ختمت الآية، هذه الآية، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ما علاقة ربط بداية السورة بخلق النفس، خلق بداية الخلق من نفس واحدة، ثم الأمر بتقواه سبحانه وتعالى في الأرحام؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، تحدث الرب سبحانه وتعالى عن حقوق النساء وفيما يتعلق بإباحة الزواج ب4 نسوة، ثم تكلم حتى وصل إلى قضية المواريث، فبدأ وقال يوصيكم الله، يوصيكم الله. ما الحكمة بأنه بدأ بهذا التعبير الذي هو يدغدغ العواطف ويذكر بأهمية، وكأنها وصية، وكأنها فيها نوع من الاهتمام بالأولاد، يوصيكم الله في أولادكم. اللفتة الثالثة شيخ حسن، بعد أن قسم سبحانه وتعالى المواريث قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. بعد هذا التقسيم بين الله سبحانه وتعالى أن لكل له نصيب مما آتاه الله سبحانه وتعالى، وكأن هذه الآية أيضا تبين شيئا واضحا في جانب القدر. إليكم المجال. أحسنت. أنا ذكرت بأن السورة منذ بدايتها حاولت أن تعتمد على مفهوم مهم جدا، وهو وحدة الخالق. وهنا طبعا أمامنا 3 ألفاظ: الخالق والرب والإله. 3 هذه كلها افتتحت بها السورة، وأمرنا بأن نتقي الله تبارك وتعالى وأن نعمل على تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى. وتلاحظ أن معنى التقوى معنى مركزي في كل السور التي مررنا بها، التقوى مع الصبر، التقوى مع الصبر. وهنا نلاحظ أن موضوع التقوى، والتقوى في حقيقتها تقابل العدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالإنسان عندما يعمل على تحقيق التقوى فإنه يعمل على تحقيق كل ما يؤدي إلى أن لا يكون معتديا، سواء كان العدوان على النفس أو كان عدوان على الخالق أو كان عدوان على البشر أو كان عدوان على أيا كان شكل هذا العدوان. فإن الاتقاء هو أن لا نعمل على تجاوز الحدود أو انتهاك الحقوق أو ما شابه ذلك. فبداية السورة كأنما كل ما سيأتي من أحكام سيبنى على هذا المفهوم، سيبنى على مفهوم تقوى الله سبحانه وتعالى، وأن الله هو الخالق وأنه يجب أن يتقى، لأنه سينظم بعد كده. فإذا غابت التقوى في كل هذه المنظومة التشريعية ستلاحظ بأنه لن تحقق شيء. ما أهمية ختم الآية إن الله كان عليكم رقيبا؟ نعم، يعني هي في النهاية في كل الأحكام هذه إن لم تستصحب معك مراقبة الله سبحانه وتعالى فستفسد. أنت ستكون هنالك مشكلات مع النساء تحتاج رقابة، مشكلات مع الأطفال، مشكلات مع الأيتام، مشكلات مع هذه كلها لو لم يكن هنالك تقوى الله سبحانه وتعالى حاضرة لن تستطيع أن تكون ممتثل بشكل جيد. هناك جدل كبير طبعا نحن لا نريد أن نتطرق إليه فيما يتعلق بحكم التعدد من حيث هل هو سنة أو هو جائز، لكن هنا عبر القرآن وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. الرابط في قضية الإقساط في يتامى النساء مع إباحة التعدد، وكثير من يعدد يستدل بهذه الآية فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ثم لماذا التعبير بما طاب؟ لماذا التعبير بما طاب لكم من النساء؟
طيب، موضوع الآية يعني هي في نزولها، في لحظة النزول كان كثير من الناس يكون تحته أيتام، وهؤلاء الأيتام قد يكون من العنصر الأضعف وهو النساء، اليتامى من النساء. فبعض الناس يقوم مثلا يحاول أن يتزوج هذه اليتيمة لما معها من مال، معها من مال فيريد أن يتزوج، وأحيانا بعد أن يقدم على الزواج منها يفكر في اكتساب المال ولكن لا يعطيها حقها، أو يعدها بأن يعطيها مال ويعطيها مهر، ولكن في حقيقة الأمر لا يقوم بالقسط في هذا الاتجاه. فالآية ابتداء تحاول أن تقول إذا أردت أن تتزوج من اليتامى فعليك أن تعتمد مفهوم القسط، وهو أن تعطيها مهر مثلها، أن لا تتعامل معها باعتبارها يتيمة، أنها يتيمة وضعيفة وليس لها. لا، يجب أن يكون مفهوم العدل حاضر، مفهوم القسط حاضر. لكن لو فرضنا إن أنت ولذلك بعدها أكد وقال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. لكن لو افترضنا مش قادر، أنت مش قادر تنكح هذه اليتيمة وتعطيها حقها، اذهب إلى سائر النساء، انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. ربما هذا على كل القول الذي أطمئن إليه يعني، وهو أعد هذه العبارة: إذا استطعت أن تعطي اليتيمة التي تحت إشرافك وولايتك، تعطيها حقها، تعطيها مهرها كسائر النساء، فتزوج اليتيمة لا حرج. جميل. لكن إذا لست قادر أن تعطي هذه اليتيمة حقها بالقسط والعدل، فإن ساحة النساء واسعة، تزوج أي امرأة أخرى ولا تقع في ظلم اليتيمة هذه التي تحت ولايتك. رائع. رائع جدا. هل من تعليق، هل من زيادة من المشايخ؟ ما شاء الله، كلام جميل، كلام. الله يجزيكم خير. فيما يتعلق بيوصيكم، ماذا تقول فيها؟ هذا اللفظ الجميل، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. حضرت خطبة في إحدى دول الخليج أو قول دول الشام، أن خطيبا يقول: جاءتني أسئلة كثيرة حول ما حكم منع توريث البنات المتزوجات، فباعتبار أن هذه البنت أصبحت تابعة لزوجها فتمنع من الإرث، ويعطى الإرث لأخيها أو لأقارب آخرين، وبحجة أن هؤلاء رجال لن ينسوا حقك. تكلم الخطيب، أعجبني بهذا، أن هذا لا يجوز كذا. فسبحان الله، هذه الصورة وهذا اللفظ كأنما يعني هذا الموضوع، يوصيكم الله. نعم. ماذا تزيد عليه شيخ حسن؟ أحسنت. هي أولا بعد الرحمة حاضر هنا. لو تلاحظ أن الله سبحانه وتعالى هو أرحم منك وممن سيتولى بعدك الولاية، أرحم منك ومنه على موضوع قسمة الحقوق بالعدل والقسط. كأن الله فعلا بل هو أرحم سبحانه وتعالى، لكن الآية تشير إلى هذا. أيوة، فهو أرحم. لكن هو مصطلح في النهاية مصطلح رسالي بشكل عام. كانت الوصايا في ما قبلنا الوصايا لعيسى والوصايا فمصطلح الوصايا عموما هو المصطلح الذي يحمل منظومة القيم الأخلاقية ومنظومة الحقوق، هي في هذا السياق، لكن تحمل الدلالة التي تحدثت عنها، إنه والله لم يترك الله تبارك وتعالى موضوع توزيع التركات وتوزيع الأموال ليكون بالأهواء البشرية، بحيث والله نحن نمنح ونمنع من نشاء. الله تبارك وتعالى قسم موضوع المواريث بحيث والله يأخذ كل ذي حق حقه يعني. لعله أيضا ربما أفهم من كلمة الوصية ما فيها من الرحمة، يعني في الغالب الوصية تكون عند الموت، والموصي يكون مقبل على الله، وتجد قلبه رقيق ويتحدث بأشياء لو كان في قوته ما أوصى بها. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. يعني حين يموت يخاف على ذريته الضعاف فيوصي لهم وصية. ففيها هذه الكلمة ما في هذه الجملة من الرحمة حين رحيل الإنسان، حين كذا،
فيوصيكم بهذه الرحمة في هؤلاء الذين يذكرهم الله سبحانه وتعالى، يفصلهم في أولادكم، وفصل حتى لا يقع الناس ما ذكر من يعني هذا الظلم البين الذي يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، بأن هذه البنت ستذهب بهذا المال أو بهذه الأرض وتدخل فيه شخص آخر وتأخذ أرضنا، لهذا السبب نمنعها ونعطيه لأولاد. هذا يعني افتئات على الله سبحانه وتعالى، والله تعالى. أيضا أمر آخر حقيقة أحتاج منكم أن تعلقوا عليه. خواتيم هذه الآيات حقيقة يعني تلفت الانتباه. في آية يوصيكم الله في أولادكم انتهت بقوله سبحانه وتعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. إن الله كان عليما حكيما. وفي آية ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، في النهاية قال سبحانه وتعالى: وصية من الله والله عليم حليم. والله عليم حليم. ثم قال: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وغير بين الأمرين، هناك قال ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، وهناك قبله قال ذلك الفوز العظيم. كأن العلماء تكلموا حول قضية الفوز العظيم والعذاب المهين في سياق هذه الآيات. هذه الخواتيم يا شيخ حسن عليم حليم وكان الله حكيما عليما، على ماذا تدل؟ نعم، هو كل ختام بأسماء الله تبارك وتعالى في موضوع الآيات له علاقة مباشرة بالآية نفسها. لاحظ مثلا عندما يكون هنالك قسمة، هذه القسمة ستبنى على أمرين: على أن يكون هذا الذي يقسم عنده علم بالتقسيم، أن هذا التقسيم نفسه يحتاج إلى علم، ليست قضية عبثية مرتجلة. الأمر الثاني: هل هو تقسيم عبثي أم هو تقسيم حكيم؟ هل هو قائم على الهوى أم قائم على الحكمة؟ فالله تبارك وتعالى هنا يقول لك: والله أنا قسمت هذا التقسيم الذي قسمته لا مصلحة لي فيه على المستوى تعالى الله عما يقول. يعني أن نتهم الله بأن والله هنالك تحيز. الله لا يتحيز لأحد، لا يتحيز للنساء كما يتصورنا مثلا النساء يظن أن الله أو القرآن متحيز للرجال بس، لا. وأجمل ما في القرآن الكريم أو التشريعات الإلهية أنها تشريعات متعالية، ليست تشريعات لها علاقة بالصراع البيني. التشريعات في القوانين البشرية تقوم على أوزان القوة. عندك أوزان في البرلمان، عندك لوبيات، عندك تأثير، عندك سمعة، عندك كذا، تستطيع أن تصدر تشريع. أما التشريع الإلهي لا. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مأمور بأنه الله يتبع ما أوحي إليه. فهذا التقسيم مبني على موضوع إيه؟ عليم حكيم. فأنا أتقبل هذا الحكم بأنه صادر من العليم. العليم ليس جاهلا، ليس كذا. أنا أسلم بأن أنا أمام علم الله عز وجل، أنا جاهل لا أعرف شيء. فإذا أنا فقير إلى علم الله، فقير إلى هداياته، فقير إلى توجيهه، فالله عليم. أيضا أنا لا أعلم الحكمة، فالله عز وجل يقول لك: الله سلم أمرك لله لأن الذي قسمه هو العليم. إيه؟ وهذا فيه رد على الذين يقولون ظلمتم المرأة وأعطيتم الذكر مثل حظ الأنثيين، وبهذا يكون هذا هضم من حقوق المرأة. فيكون الجواب إن الذي أعطاها أعلم منك أيها الجاهل، وإن الذي أعطاها أحكم منك أيها الناقص. هنا الشيخ برهان بس لو سمحت لي أقول، هي لا بد أيضا ما دام وقفنا في سورة النساء ووقفت في هذا المقطع أيضا أن ننبه الناس بأن هنالك نوع من الضجيج بلا علم. يعني كثير من الناس يتصوروا الآن بأن والله موضوع المواريث كل التقسيمات الموجودة الرجل متفوق على المرأة. لاحظ كل التقسيم هكذا، يقول لك والله ظلمتم المرأة. وين ظلمنا؟ يقول لك يا أخي المرأة تأخذ نصف الرجل. طيب هنالك دراسات تفصيلية حول موضوع المواريث، أن الحالات التي يتفوق فيها
الرجل على المرأة هي 4 حالات. الحالات التي تتفوق فيها المرأة على الرجل على الرجل 34 حالة. لاحظ. طيب، فكنت سبحان الله بعض الشباب أناقشهم أقول لهم يا أخي خلونا حتى تتضح الصورة، بس لنهدم فكرة إيه؟ فكرة الصورة اللي أنتم حاملينها حول إنه والله القرآن الكريم يجعل البنت دائما إيه؟ ناقص. أقول لهم عندنا بنت شقيقة، وعندنا بنت عندها أخ لأم. القرآن بنفس الصورة جعل هذا الشقيق أمام شقيقته للذكر مثل حظ إيه؟ الأنثيين. لما انتقل إلى الأخت لأم جعلها متساوية لأخيها. طيب ليش هذه متساوية وليش هذه ليست متساوية؟ ما خلاص، إذا القانون هو قانون أنثى دائما ناقصة ودائما مظلومة كما تقولون، ليش والله أمام أخيها أمام الأخ لأم هي تساوت معه وأمام الأخ الشقيق لم تتساوى؟ هنا قال العلماء بأن والله التقسيم أساسا في موضوع المواريث، وهذه مهمة جدا حتى على الأقل تعتبرها زي ما تقول ختمة بتاعت المواريث. هنالك 3 أشياء أو 3 قواعد أساسية في التقسيم. القاعدة الأولى هي قاعدة المسؤولية. والله مسؤولية فلان أكبر مسؤولية فلان. فلما جئنا الآن إلى المثال، الأخت لأم والأخت الشقيقة. الأخت الشقيقة الأخ الشقيق ملزم أن يكون مسؤول عنها، يعني في أي لحظة هي بتأخذ معه الميراث وتخطه في جيبها وبعد كده بتاكل من جيبه تأكل من جيبه وكل حاجة. لاحظ، إذا المسؤولية عليه. فلما كانت المسؤولية هنا عليه تميز، مش لأنها هي أنثى ولا لا، في مسؤولية على هذا الشخص. حتى لو تزوجت فطلقت ستعود إليه. لأنه شيخ برهان المشكلة بعض الناس يفكك المنظومة الدينية كلها، لأنه النظام الإسلامي قائم أصلا على منظومة الولاية ومنظومة القوامة ومنظومة النسب منظومة المحرمية هذه كلها، فهو يفككها ويتحول إلى شخص غربي ويتصور إنه الولد أمام إيه؟ أمام أخته. ما كده، الشريعة ليست هكذا عندنا. طيب الأخت لأم ترث مع أخيها متساوية لأنه مش مسؤول عنها. تمشي تشوف أخوها الشقيق إذا عنده أخ شقيق مسؤول عنها. لاحظت؟ طيب، قاعدة المسؤولية. القاعدة الثانية قاعدة درجة القرار. درجة القرار، والله الابن أقرب الأب مع أبنائه، الزوج مع زوجته، في درجة إيه؟ درجة قرابة، فكل ما درجة اقتربت زادت نسبتها. جميل. طيب يعني أديك مثال، مثلا الآن عندنا بنت وعندك أب وعندك أم وعندك إخوة. هذه البنت إن كانت واحدة ترث نصف المال مع وجود ذكور حولها، بغض النظر درجة لاحظ، هي واحدة طيب إن كانوا 2 تأخذ الثلثين، يعني بنتين يأخذوا الثلثين. طيب والبقية خلي يتقسموا الثلث. طيب ليش والله حول ذكور؟ ليش تفوقت في درجة القرابة؟ نعم. طيب هذه الثانية. الحالة الثالثة اللي يسموها مستوى الجيل. هل هذا الجيل جيل مقبل على الدنيا أم جيل مقبل إلى الآخرة؟ لاحظت؟ يعني كلما كان هذا الجيل جيل صغير وأمامه تحديات كبيرة جدا في الحياة ومقبل على الحياة، يحتاج التعليم ويحتاج الدراسة ويحتاج النشأة ويحتاج كذا، أعطته مساحة من المال أكثر مما تعطي كبار السن. لاحظت؟ فإذا أمامنا 3 قواعد كلها لا صلة لها بما يتكلم عنه هؤلاء. لاحظت؟ يعني قاعدة الأخت الشقيقة مع الأخت الأم تهدم فكرة إيه؟ فكرة إنه والله إيه؟ التقسيم مبني على أساس ذكورة وأنوثة. يعني. جزاك الله خير، ما أجبت وأفدت في هذا الباب. ما دمت قد ذكرت فيما يتعلق بدرء الشبهات والرد عليها، يلزمنا هنا أيضا أن نذكر شبهة التعدد ومحاربة التعدد، وأنه لا يلزم هذه الأمة شيء من هذا القبيل في ظل هذه الحروب التي تبتلى بها الأمة. يعني منذ تقريبا 30 سنة والأمة الإسلامية تمر بعدة حروب، في أفغانستان، في الشيشان، في البوسنة والهرسك، في عاصفة الحزم، في الربيع العربي، سوريا، مصر، غيره. هناك حصل قتل، وأعداد التي قتلت يعني تفوق عشرات الملايين، وبالتالي النتيجة
كثرة الأرامل، كثرة الأيتام، وبالتالي يحصل شيء كبير جدا من احتياج الرجال باتجاه النساء. هذه السورة سبحان الله كأنها في فاتحتها تشير إلى هذا المعنى، وفي وسطها تذكر وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء. شيء غريب وعجيب. فالمستضعفين من أين جاءوا؟ كيف أصبحت المرأة ضعيفة؟ لأن راجلها قتل أو استشهد، ولي أمرها ليس موجودا، ترك لها أيتاما، فمن يستر هذه؟ أريد جوابا حول هذا. الله يجزيك الخير. هو الإسلام سبحان الله، الله تبارك وتعالى يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله تبارك وتعالى يعلم احتياجات الرجل، ويعلم احتياجات المرأة، ويعلم كذلك احتياجات المجتمع، ويعلم أيضا مخاطر ما يمكن أن يتعرض له المجتمع. ثم أيضا يقوم على قاعدة مهمة جدا، وهي قاعدة العفاف. المجتمع الإسلامي صارم في علاقات الجنسية هذه، صارم فيها، يعني لا يسمح لك باللف والدوران ومحاولات البحث خارج الحدود. المجتمعات الغربية هو مستعد يتساهل معك في كل شيء، تأتي كل المنكرات، تأتي كل الموبقات. يعني اليوم وصل المجتمع في التحلل إلى أن والله الجنس في أن والله يكون بين رجل وامرأة، هذه شافوها خلاص انتهت، بدوا يفكرون الآن فيما هو خارج هذه، عافى عليها الزمن، خلاص يتجاوزوها. طيب وهم لا يتحسسون، لاحظ، فصار يتكلمون عن علاقات بين الحيوان والإنسان، والعلاقات بين الذكر والذكر، والعلاقات بين الأنثى والأنثى. نحن كل هذه القضايا بالنسبة لنا غير متاحة، ولا يجوز أصلا بأي حال من الأحوال أن نذهب إلى هذه المساحة. المساحة التي أرادها الله تبارك وتعالى أن تكون مساحة التحرك هي أنك أنت والله مباح لك أن تتزوج 4. طبعا كان في الجاهلية يصل إلى أكثر من ذلك، يعني 10 وما فوق. فأولا ضبط العدد. النقطة الثانية، مع ضبط العدد اشترط شرط مهم جدا، وهو تحقيق العدل عندما تريد أن تقدم على موضوع التعدد. وسبحان الله وردت آيتان في سورة النساء، إحداهما الأولى هذه اللي أنكحوا ما طاب لكم، والثانية ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. فأنت في كلا الآيتين موضوع العدل هو إيه؟ العدل الممكن، العدل المتاح، العدل المقدور، الذي له صلة بالحالات التي يطيقها الإنسان، ليست لها علاقة مثلا بالأمور القلبية التي قد لا يكون الإنسان فيها دخل. فارتبطت مسألة النكاح أو مسألة التعدد بالعفة المجتمع. أول هذه مسألة مهمة جدا. النقطة الثانية توفير العدالة بالنسبة للمجتمع. النقطة الثالثة الاحتياجات التي يتعرض لها إما الرجل وإما المرأة. الرجل أحيانا لما يكون عنده زوجة واحدة، الزوجة قد تتعرض لأشياء كثيرة جدا، منها مثلا الأشياء الطبيعية الغريزية في المرأة، إنه والله الحيض والنفاس والولادة والأمور هذه. مثلا بعض الناس سبحان الله ليست له الطاقة على التحمل والصبر، والرجال ليسوا سواء، في ما شاء الله من يستطيع أن يصبر وفي من لا يستطيع أن يصبر. أيضا المرأة اليوم لو شفت بعض المجتمعات التي تخوض الحروب، تجد المرأة مثلا في مجتمعنا الإريتري الرجل يترك لها طفل وهو في بطن ويستشهد، فهي أمام طفل تحتاج إلى رعاية، تحتاج إلى اهتمام، فإذا لم نستطع أصلا أن نوفر البيئة في أنه والله بعض الناس عندهم القدرة وعندهم الإمكانات، وحتى الآية سبحان الله، الآية فانكحوا في بدايتها أصلا أنت كانت تعدد أنك أنت تضم المرأة بأيتامها لاحظت تضمها بأيتامها. ففكرة إنه التعدد تعالج مشكلات واحتياجات حقيقية في المجتمع، هذا هو الأصل الذي بنيت عليه هذه السورة. طيب حقيقة أنا لا أريد أن أغوص كثيرا في هذا التوجيه يكفيني، لكن ثمة مسألة كثيرا ما الأخوات يرددنها. من أراد أن يعدد، لماذا يعدد فيأخذ شابة بكر جميلة ويترك أرملة معها أطفال؟ فمعظم المعددين يعددون أبكارا ولا يعددون أرامل. ماذا تجيب؟ وعلى كل من استطاع أن يعدد
ثيب ومعها أطفال فإن شاء الله هذا له أكثر من أجر يعني بطبيعة الحال. نعم. له أجر أنه يعف نفسه وفي نفس الوقت أيضا يقوم بمسؤولية أسرة، هذه ما فيها نزاع. لكن لا نستطيع أيضا أن نحجر على هذا الإنسان في تحديد طبيعة احتياجاته. نعم. لاحظت؟ ما ممكن في رجل والله يأتي بامرأة وتحتها أطفال ولكن نفسه لا تتحرك نحوها، فتتحول البيت إلى عذاب. هو صح ضمها وضم أولادها، عالج مشكلة الأولاد لكن قد لا يعالج مشكلة مشكلة المرأة. فأنت موضوع التعدد كما قال أحد الإخوة قال أصلا ليش النساء يلومن الرجل؟ ما هي المرأة الطرف الآخر أصلا قبل بالزواج. هنا كمان صحيح. المرأة هي قبلت لماذا بالزواج. النساء جنس النساء يقبلنا لماذا؟ وبعدين يا شيخ برهان تجيب يعني مشاكل. لا أنت ليش توافقي؟ ايوه صح. هذا النوع من أول عدم أعوذ بالله يعني عدم الاستجابة المطلقة لأمر الله تبارك وتعالى في هذا الموضوع. نعم. هذه واحدة. الأمر الثاني الأنانية، فاتهن فترة الزواج وكذا. طيب هذه مسكينة عرض عليها شخص قالت والله أن أجد ليلة معه ولو في أسبوع أفضل من أن أكون بلا زوج. نعم. مش كده؟ طيب هذا الآن بدل تنظر إليه هذه المرأة بأن والله هذه أختي وكانت بلا زوج وستكون الآن على الأقل تنال شيء من، لا هي تنظر إليها بأنه والله أخذت حظك هي أرزاق منها. طيب شيخ حسن جزاك الله خيرا وجزا الله المشايخ خيرا أيضا. بعد أن تحدث ربنا عن مسألة النساء والتعدد وكذلك تقسيم المواريث والتوصية بالأيتام وغيرهم، توجه إلى أمر مهم ولا أدري ما هو الرابط بين هذا الأمر وأمر الذي أذكره لكم الآن. قال سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فجي التوبة هنا لماذا؟ طبعا موضوع الحقوق وقضية الحدود التي تكلمت عنها الآيات، يعني من يتجاوز هذه الحدود أو من يحاول ينتهك موضوع الحقوق أو يظلم الناس، هذه مسألة ليست سهلة. يعني أعظم ما يمكن أن نعتبره نهى الله تبارك وتعالى عنه في كتابه الظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما كما جاء في الحديث. فظلم العباد من أكثر الأشياء التي يأتي يوم القيامة وقد حملها وقد خاب من حمل ظلم. طيب لاحظ سبحان الله حكمة الله تبارك وتعالى بعد أن يأتي الوعيد وتأتي البيانات التشريعية وكذا، إذا يحذرك من التجاوز للحدود ويحذرك من الظلم، ثم يفتح لك نافذة الأمل، يقول لك والله أمامك فرصة قبل أن تأتي حالة الموت، قبل أن ينتهي انتقاله. يعني القرآن الكريم سبحان الله التحفيز نحو التوبة ونحو الرجوع إلى الله ونحو التحلل. وهنا التوبة طبعا إذا لها علاقة بالمظالم المالية ولها علاقة بأكل أموال اليتامى ولها علاقة بظلم النساء وأكل أموالهن وأكل المهور، كل هذه المظالم أمامك فرصة لأن تتحلل منها من خلال قبل أن يأتي الموت. وبالتالي سبحان الله فتح نافذة التوبة حتى لا يقبل الإنسان على الله سبحانه وتعالى وهو يحمل هذه المظالم، والله عز وجل يقول قد خاب من حمل ظلما. كلام جميل. فكأنه يحذر من أكل أموال اليتامى ظلما، نعم، وكأنه يحذر من عدم توريث النساء، أحسن، وكأنه يحذر أيضا من التلاعب في الميراث بأي شكل من الأشكال. نعم. فبالتالي فمن وقع في هذا فإن له باب التوبة، نعم. عليه أن يتوب قبل أن يأتي يوم القيامة وقد حمل ظلما. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أمر شديد جدا. هنا يا شيخ حسن آية عظيمة أيضا، هي يعني استوقفت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لا يحسن بنا أن نمر قبل أن نذكرها. قال سبحانه: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض
وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. اليوم شيخ حسن وجد من يأخذ مهر زوجته، يأخذ ذهبها ويبيعه دون إذنها، وجد من يأخذ راتبها رغم أنفها ويأكله سحتا وبهتانا، ووجد من ليس بهذا فقط، كانت تأتينا بعض الفتاوى في من يأخذ ميراثها أصلا كما ذكرت سابقا. هذه الآية ماذا تقول لها شيخ حسن؟ نعم، هو سبحان الله سورة النساء أول أسست لمفهوم مهم جدا، وهو ما يسمى بالذمة المالية المستقلة للمرأة. يعني أنت المرأة ليست تابعة لك، في ذمتها المالية ليست تابعة، لها ذمة استقلالية، لها ذمة مستقلة. الله. ومن صحيح ظلمها والله هنالك بعض الأحاديث بعض النصوص ترتب بعض الأشياء، مثل أن تكون والله المرأة في علاقاتها التجارية تعاملاتها تخبر زوجها كذا، هذا موجود في سبيل أنه حتى لا تكون هنالك اتهامات أو غيرها، لكن هي عندها ذمة مالية، من حقها في هذا المال أن تنفق من مالها، من حقها أن تصرف على والديها، من حقها أن تستمتع بمالها، من حقها أن تستثمر في هذا المال، هذا كله حقوق بالنسبة لها، حقها لا يجوز لك بإيه. حتى الوالد الله تبارك وتعالى منعه أن يأخذ من مهرها دون رضاها، يعني يجب أنك هذا المهر يعطى للمرأة. سأوقفك ثواني. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن نفس منه شيئا فكلوه أحسنت هنيئا مريئا. نعم، لكن نجعل خطين تحت فإن طبن لكم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه ولو كان الوالد. أكمل حديثك يا شيخ. أحسنت. ولو كان الوالد. فهنا نلاحظ بأن الأزواج كان في حالة لحظة نزول القرآن الكريم، كان بعض الأزواج يعني خلاص يعيش مع المرأة ويكون أعطاها مهر ما شاء الله، ثم بعد فترة يحصل له فتور أو يغير مزاجه، يريد أن إما أنه يريد أن يطلقها أو يريد يتزوج عليها ولكن بمالها، يعني يأخذ من هذا المال، فيمارس أحيانا بعض الضغوط التي تجعلها يا أخي فكني عنك. أعوذ بالله. هذا النوع من الرجال يمارس حالة يقول لك والله أنا إن طلقت ستأخذ المهر، لكن ماذا أفعل؟ أمارس عليها من الأساليب ما أجعلها هي إيه؟ تتنازل عنه. طبعا هذه إشكالية كبيرة للأسف الشديد، وهذا البعد الأخلاقي إذا غاب، وبعد التقوى أيضا الذي افتتحت به السورة إذا غاب، تجد أن أساليب الالتواء واللف والدوران وما سميته بعلل التدين تكون حاضرة في مثل هذه الأشياء. ولذلك الآية هنا حدد أن والله المرأة هذا المهر الذي منحتها ولو كان قنطار لا يحل لك لأي سبب من الأسباب أن تأخذ من هذا المال وتتزوج به أو تستبدل به زوج أخرى، إنما هذا مال لها وعليها، فإن طابت نفسا وأعطتك فبها ونعمت، وإلا فلا يجوز لك أن تأخذ من مهرها. العجيب يا شيخ حسن نعم. أن لفظ الميثاق الغليظ ورد في القرآن 3 مرات. نعم. في قوله تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. نعم. وفي قوله تعالى ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا له لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. نعم. وفي قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنكم من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فميثاق الزواج كميثاق الأنبياء، هذا شيء عجيب يا شيخ حسن، أول مرة أنتبه لهذا الموضوع. نعم. لأنه سبحان الله بداية الصورة اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، مش كده؟ يعني كأنما الله عز وجل يقول لك اتقوا الله واتقوا قطع الأرحام والإفساد فيها. نعم. لأن صلاح الحياة في هذه الدنيا يقوم على قاعدتين. نعم. قاعدة عبادة الحق وطاعته جل جلاله، وقاعدة الإحسان إلى الخلق. هذه القاعدة، يعني الدين كله لو أردنا وين والله توحيد الله وطاعة الله وكذا، والإحسان إلى الخلق وعدم ظلم هؤلاء الناس. وبالتالي إذا استطاع الإنسان أن يعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة ويحقق التوحيد فقد اتقى الله عز وجل. عشان كده الله يقول لك شو؟ يعني إن الله مع الذين اتقوا والذين هم إيه؟ محسنون. فميثاق الأسرة هو الميثاق الأساس الذي تقوم عليه بنية الدولة عندنا في الإسلام، يعني ولاية الأسرة الصغيرة اللي فيها القوامة وفيها الطاعة وفيها كذا. فأنت سبحان الله التنشئة، وأنا الآن مثلا في الدراسات السياسية، التنشئة السياسية تبدأ من الأسرة، الطاعة تبدأ من الأسرة،
الطاعة في المعروف تبدأ من الأسرة. لاحظ، يقول لك والله إنما الطاعة إيه؟ فتجد هذه الأسرة ما تمارسه من سلوكيات وما تمارسه من قيم هو الذي يتجسد بعد ذلك في منظومة الدولة ومنظومة ولهذا سماه ميثاقا غليظا. نعم. ولذلك الآن الحرب الآن يا شيخ على من حاليا؟ على الأسرة. هجمة على الأسرة. نعم. لأنهم يدركون بأن هذه الأسرة التي تستطيع أن تقيم شرع الله تبارك وتعالى في بنيتها الداخلية. منظمة سيداو قاتلهم الله. فقضية تفكيك الأسرة يسهل معها بعد ذلك كل القضايا. يعني يسهل معها الانتهاكات، يسهل معها قضية الجنس الخارج، كل هذا يمكن أن يحصل في حالة تفككت الأسرة. ولذلك نحن نقول بأن الأمة الإسلامية بحاجة ابتداء إلى ما نسميه بميثاق الأسرة قبل ميثاق المجتمع. إذا ضبطت الأسرة تمام ورتبتها بشكل صحيح تستطيع أن ترتب بعد ذلك قضايا المجتمع. يا سلام يا سلام، أبدعتم وأحسنتم يا شيخ حسن. الله يجزيكم الخير. حقيقة يعني عشنا آيات طيبات مع آيات طيبات مباركات من سورة النساء كما عشنا من قبل في سورتي البقرة وآل عمران. مشاهدينا الكرام، انتهت حلقة هذا اليوم، وأنا بصراحة متطفل أمام مشايخي أن أتحدث أمام أساتذتي ومشايخي الشيخ عبد العزيز عطا والشيخ دكتور جابر الصايغ، شيخنا الشيخ إسماعيل العمار. نسجل مشاعر. تفضل. جزاكم الله خير. حقيقة استمتعنا بهذا الكلام العطر الطيب النافع، وفي هذا اليوم يعني يعتبر حقيقة عمل صالح إن شاء الله ومجلس مجالس العلم لمن حضره ولمن أيضا يستمع لما نقال. وحتى الاستماع عبر الوسائل هو من باب طلب العلم. وهذه السورة حقيقة وجدنا من المشايخ من الحقيقة الفوائد والدرر فيها. وأقول يعني حتى الاسم له مدلوله، الإنسان باسمه له مدلوله يعني. فللرد أيضا على الذين يقولون النساء، اسم النساء ورد يعني لهذه السورة، سورة النساء. نعم. وسميت بسورة النساء الكبرى، وهناك أيضا سورة النساء الصغرى الطلاق. فديننا عظيم يضع حقيقة للنساء وللمرأة مكانتها التي حقيقة تحقق مقصود الله عز وجل. جزاكم الله خير. الله يجزاك. نعم، وستمر بنا آيات عجيبات، منها قوله تعالى إن تفرق يغني الله كل من سعته، ومنها ولن تستطيعوا أن تعدلوا. سبحان الله. ومنها ما ذكرتم، وحتى آخر السورة واتقوا الله ويعلمكم الله، اللي هي آخر آية. يستفتونك قل الله يفتيكم الكلام انتهت. والله عليم حكيم. نعم. فالحقيقة مقاصد الذكر ومدارسة القرآن الكريم تكمن فائدته في غرس محبة القرآن الكريم في قلوب الناس، وأن الذي أنزل إلينا فعلا القرآن الكريم يستحق أن نشكر الله عز وجل عليه بصيام شهر كامل. هذا هو المقصد. لذلك عظم شهر رمضان لنزول القرآن الكريم، وعظمت ليلة القدر لنزول هذا القرآن في هذه الليلة. اليوم نحن نحتاج، لماذا عظم الله هذا القرآن الكريم؟ نتدارسه. هذه رسالة أرسلت إلينا، ما هي ما يعني الأهداف العميقة التي تؤثر في قلوبنا فيها. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يا من تأكل مال اليتيم ظلما، يا من أخذت مال امرأتك ظلما، يا من ظلمت زوجك، استمعوا إلى هذه الدروس فإنها تحيي قلوبكم. أكرر شكري وتقديري لمشايخي وأساتذتي، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. أسأل الله تعالى أن يكتب لي ولكم العتق من النار، وأن يجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حتى ألقاكم في آخر حلقة بعد غد إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هذا أخوكم برهان يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقرأ بسم الله الأكرم واسمع خير كلام وافهم، من يسعى للمجد تعلم صناع المجد العلماء. اقرأ بسم الله الأكرم واسمع خير كلام وافهم، من يسعى للمجد تعلم.